النهارده هنتكلم على شده التمرين او الاكسرسايز انتنستي. خلينا ناخد مثال ان احنا عندنا 3 محاور. ايه هي المحاور اللي احنا بنستخدمها في الشده؟ هي العدات والوزن والراحه ما بين المجاميع. ناخد مثلا مثال ان انا لسه هبتدي اول تمرينه ليا، فالمدرب قال لي هتلعب 6 عدات، هتشيل 5 كيلو وهتاخد راحه دقيقه ونص. انا جيت بعدها بتمرن لوحدي فحبيت ازود شده التمرين عليا، قمت لاعب 10 عدات بدل 6، قمت لاعب 10 كيلو بدل 5 كيلو، وخدت ريست دقيقه بدل دقيقه ونص. هل ده صح؟ ده طبعا مش صح. ده ارهاق زياده، مجهود زياده جدا على العضله. ما طلعتش تدريجيا، انا طلعت مره واحده وقمت ضارب ال3 محاور اللي انا بشتغل عليهم. ايه هي اصح حاجه او انا طريقه شغلي ازاي؟ ان انا بمسك حاجه واحده بشتغل عليها. بمعنى ايه؟ هزود شده التمرين، هلعب مثلا 10 عدات بدل 6 عدات، هثبت الوزن زي ما هو اللي هو 5 كيلو، هثبت الريست زي ما هو اللي هو دقيقه ونص. هل ينفع اغير في حاجه تانية واثبت الاثنين التانيين؟ طبعا. يعني ممكن اخلي عدات زي ما هي، ازود الوزن واثبت الريست، وهكذا. ممكن اثبت العدات، اثبت الوزن واقلل الريست، يبقى كده زودت الشده. لكن ما تزودش كل حاجه مره واحده وتعمل اجهاد مهول على عضلاتك وعلى جسمك. اشتغل بالطريقه دي، وكل ما تحب تزود شده التمرين او الانتنسيتي اشتغل على محور واحد من ال3، وهتلاقي فرق احسن، وهتحس براحه ومش هتحس بالاجهاد رهيب زي ما بتضرب ال3 محاور مره واحده.